مهم في نفس الوقت على نادي فيوتشر اللي النهارده كان ند تحديدا الشوط الاولاني. ند كان عنيد جدا جدا جدا. اول 5 دقائق او 7 دقائق تحديدا كوره في العارضه، وبعد كده سيطره، بعد كده استحواذ. مفيش خطوره على محمد عواد، بس هم كانوا بعد كده بدأ لعيبه نادي الزمالك تبدا تمسك كوره، وبدا الاداء ينزل بالنسبه لنادي فيوتشر، وبدا ان هم يعرفوا ان هم بيلعبوا تيم كبير. بس هنا بقى بعيب على جوميز. انت شفت محمد شحاته لما نزل، الراجل ده ما بيبداش ليه؟ يعني كان هو مثلا ودونجا، طالما محتفظ بدونجا قدام احمد حمدي بدل اوباما. انا ما اعرفش لغايه دلوقتي ايه الاصرار على اوباما، ايه الاصرار ان كل مدرب يجي شايفين ايه في اوباما. كان الاول لعيب كويس، انما دلوقتي انا مش شايف ان هو يعني احمد حمدي ده لو خد، انا بقول لك هيلعب منتخب مصر. انا بقول لك الكلام ده وواثق ان مستواه الفتره اللي جايه هيأهله ان هو يلعب منتخب مصر بعد ماتشين 3 بالظبط. كورته اللي هي الكوره الجميله اللي هي بيكسب فيها مساحات، اللي هو عنده دريبلينج كويس، رؤيه كويسه، مهارته عاليه جدا، بيعرف. يعني النهارده كمان كان هيجيب جون عالمي لو الكوره كانت لمست في رجله. ولكن انا ما اعرفش تفكير جوميز ده. امال الفتره اللي فاتت دي انت كنت بتمرن مين؟ هم دول نفس لعيبه ماتش الاهلي والزمالك اللي في ماتش القمه ما عدا عبد الله السعيد. كان عبد الله السعيد مكان احمد حمدي، واخد بالك؟ ونفس الرجاله اللي كانت بتلعب. جه بعد كده دخل في الزمالك هدف، يعني طبعا الديفنس واقف غلط والكوره غلط. بس انا هنا هقف عند الحته دي لاني ما اتعادتش تاني. انا مش عارف المخرج ما عدهاش ليه، بالذات في الالتحام بتاع احمد فتوح والراجل اللي هو دخل مع احمد فتوح. احنا ما شفناش هل ان الكوره دي فاول ولا مش فاول من بدايه الهجمه، فاول ولا مش فاول، بس لان ما اتعادتش وما نعرفش. واحنا دلوقتي طبعا بعد المباراه وعقبال ما هيعيدوها هتاخد وقت، فاحنا عملنا الفيديو فمش هنشوفها، وممكن كمان ما يجيبوهالكش، هم بيجيبوها لك لما الراجل بيروح على 18 محمد فاروق بيحطها للراجل اللي هو جاب الجون اللي هو لاعب نادي الزمالك الصاعد ده. وانا برضو علامات استفهام، لعيب زي ده يمشي من نادي الزمالك ازاي وتقعدوا لنا الناس اللي موجوده؟ ما سيبوه. بس طبعا عشان ايه؟ الصفقات تبادليه وما اعرفش ايه. طب ده امل زي بالظبط حسام اشرف يعني. على العموم عايزين نعرف الجهبذ اللي بيمشي اللعيبه دي مين، انهي جهبذ بيبقى عنده الرؤيه ان اللعيبه دي تمشي. ماشي، خلاها تحترف بره والكلام ده، بس رجعها اللي يتالق رجعه زي مصطفى محمد كده الكام سنه اللي فاتت. فاحنا هنا برضه نرجع للهدف، هل ان الهدف ده من بدايته فاول ولا لا؟ دي حاجه. تاني حاجه يا محمد عواد، احنا عمالين نشيل فيه ونقول لما تخش في الدقيقه ده تبقى غلطتك. واخد بالك؟ يعني لما الكوره بنفس الزنقه دي وان انت تدي مساحه للراجل يحطها في الدقيقه كده، دي غلطتك انت بنسبه 100% يا عواد. الشوط الاولاني انتهى، نزل الشوط الثاني طبعا قبل ما ينتهي صحيح نادي الزمالك جاب جول. وهنا عايز اقول له شكرا يا جنش، انت بصراحه عملت الواجب وزياده. واخد بالك ان الكوره ضعيفه جدا وفي ايدك، المهم دخلت يعني، فجماهير الزمالك بتشكرك يعني. واحلى حاجه كمان النهارده في جماهير الزمالك من فتره ان لابسه الفانيلات البيضاء، كان الاستاد منور النهارده. يعني انتوا كنتوا بتلبسوا الاسود ما كناش بنحس بيكم لان شكلكم كأن بالظبط الحته دي كانت بتبقى عتمه. انما النهارده لبس الفانيلات البيضاء رجع لحلاوه المدرج وضوء المدرج وشكل المدرج. الفانيلا البيضاء بتفرق كتير في المدرج يعني. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه معكم كوره. النهارده مباراه الزمالك وفيوتشر، المباراه الحاسمه، مباراه تقدر تقول قاب قوسين او ادنى من الصعود لدور قبل النهائي.
ولا الفيوتشر ليه كلام تاني؟ مباراه الزمالك كسب المباراه الاولانيه 2-1 على ملعب فيوتشر، والنهارده في حضور لجماهير نادي الزمالك ب 30,000 مشجع. النهارده عندنا مباراه فاضل يا خلاص يعني يعتبر ايه، هتحسم المباراه بعد قليل، وهنتكلم بالتفاصيل في المباراه. والكابتن رضا عبد العال شرح لنا المباراه الاولانيه عمل فيها الزمالك ايه وجوزو جوميز، وبيقول ان محمد شحاته هيبقى جندي من جنود خط وسط ملعب نادي الزمالك. واسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه.